اكيد وانت قاعد في الاوضه لوحدك بعد الساعه 12 بالليل اكيد جه سؤال في بالك، وهو ليه الناس ما بقتش تتكلم باللغه العربيه الفصحى؟ تعال اقول لك ليه ده حصل. قبل ما نبدا حكايتنا يا ريت تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كلنا كده اتعلمنا اللغه العربيه الفصحى في المدرسه، وطبعا كلنا عارفين انها اللغه اللي بنكتب بيها الكتب والجرايد وبنسمعها دايما في الاخبار. بس تعالوا نسال نفسنا ليه مش بنستخدمها في الكلام اليومي؟ يعني ليه لما بنتكلم مع بعض بنتكلم بالعاميه مش بالفصحى؟ اول سبب معانا ان اللغه العربيه الفصحى ممكن تكون صعبه شويه في النطق، ممكن تكون صعبه في الاستخدام اليومي. يعني مثلا لو حد قال لك استطعت التغلب على المشكله، هتحس انه جاي من فيلم تاريخي شويه، صح؟ بينما طبعا لو قال لك قدرت احل المشكله، هتحس انها اقرب واسهل. تاني سبب معانا وهو التأثيرات الثقافية. التأثيرات الثقافية اللي بنتعرض ليها كل يوم زي الأفلام، المسلسلات، الأغاني، كلها بتستخدم بالعامية. يعني مثلا لو في فيلم كوميدي كده هيستخدم الفصحى، تفتكر إن هو هيبقى مضحك؟ تالت سبب معانا وهو إن الفصحى مش بتيجي بسرعة في الكلام اليومي. يعني لما أكون مستعجل وعاوز توصل معلومة بسرعة، هتلاقي إن العامية هي الأسرع والأسهل. مثلا ممكن تقول لحد ممكن تجيب لي مية بدل ما تقول له هلا جلبت لي ماء. رابع سبب معانا وهو التكنولوجيا والشبكات الاجتماعية. احنا بنستخدم الرسائل القصيرة والشات كل يوم، وبنميل لاستخدام العامية عشان السرعة والبساطة. تصور نفسك كده بتكتب كيف حالك بدل أخبارك إيه، هتحس إن الموضوع غريب شوية، صح؟ خامس سبب معانا وهو إن إحنا بنتعلم الفصحى في المدارس بطريقة تقليدية شوية، بطريقة بعيدة عن الحياة اليومية. يعني بنكتب وبنقراها في الكتب لكن مش بنتكلم بيها مع بعض. وبس كده يا سيدي، هي دي كل الحكاية. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تحط له لايك الجميل بتاعك وتشترك في القناة عشان تشوف الحلقة بتاع بكرة إن شاء الله. السلام عليكم.